وخاصة من بعض رجال الدين، لأن دور رجل الدين ليس تحريض الشعب على بعضه، وليس تحريض الشعب ضد دولته. فنحن أي ضمانة لنا إذا سقطت الدولة التي نعيش فيها؟ وأي ضمانة لنا إذا فقدنا الاستقرار والأمن؟ وأي ضمانة لنا إذا زرعنا الخلاف فيما بيننا؟ ثم ينطلق البعض ليعلم مصر وشعب مصر الديمقراطية في الوقت الذي يمارسون في بلدانهم كل الظلم والاضطهاد والشناعة في التصرف مع جمهورهم ومع شعبهم. أنا حزين وبكيت مرارا عندما أسمع هذا الجيل الشاب الذي يراهن عليه في بناء المستقبل، وهو يقف أمام شاشات التلفزة ليلقي كلمات لا تليق لا بالشاب المصري ولا بالمجتمع المصري. وأنا أعرف أن هذه دخيلة على الشعب المصري وعلى المجتمع المصري، ليقول كلاما بذيئا لا يليق بحق رئيس وقائد قادهم على مر الزمن، حتى لو كان هذا القائد أخطأ في بعض سياسته الداخلية. ولكن هل يليق بنا نحن العرب؟ أنا عندي سؤال محرج جدا للناس: هل يليق بنا ونسجل فرحة على أنفسنا إذا رأينا رموزنا القيادية تتهاوى في الشوارع؟ هل هذا يليق بنا؟ ماذا يجري بنا؟ ماذا يجري من حولنا؟ ألم يدرك الإخوة الأعزاء الذين أحييهم القابعين في ميدان التحرير، ألا يدركون أن هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة انطلقت في الوطن العربي، وها هم يراهنون على تنفيذها في ساحات مصر؟ هل هي مصر التي تعودنا عليها؟ لماذا يريدون أخذ مصر إلى غير موقعها الطبيعي؟ هذه مصر التي اعتدنا عليها أنها مدينة الأمن، دولة الأمن والأمان والاستقرار. كنا إذا حصل اضطراب في بلداننا نذهب إلى مصر لنشعر بالطمأنينة، لنشعر بالاستقرار. ماذا يريدون تحويل ساحاتها؟ هل اقتنع الذين يجتمعون اليوم في ساحة ميدان التحرير أن أولئك الذين صورتهم بعض الفضائيات يسوقون سيارات ويدهسون الناس أن هؤلاء مصريين؟ ألم يسألوا أنفسهم من له مصلحة في هذا التوقيت المحرج أمام السلطة المصرية ليقوم بهكذا أعمال تخريبية؟ ألم يدركوا أن هناك من يريد تأليب الناس وتحريضهم ضد قياداتهم وضد سلطتهم؟ ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر يا أخي العزيز؟ ماذا ننتظر؟ نعم. ولماذا هذا الاستمرار في فسح المجال أمام العابثين بأمن مصر؟ ألم ندرك أن هناك مجموعات ومجموعات من خارج القطر المصري ومن خارج الدولة المصرية تعمل وتجهد ليلا نهارا على إضعاف موقع مصر وعلى إركاع موقع مصر؟ أنا حزين بكل ما للكلمة من معنى، حزين لأنني لم أتعود على هذا المشهد. المشهد ليس مشهد المطالبة في الحقوق الشعبية، وإنما المشهد في المطالبة بإهانة رئيس أو زعيم خدم طيلة حياته لشعبه وأمته ومنطقته. كفانا يجب أن نفهم من المستفيد من هذه الفوضى. فضيلة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان، الحقيقة أنا مش قادر أقطعك لأنه الكلام جميل الحقيقة، وده لسان حال كل المصريين الآن، فيعني أحسنت قولا وكلاما. شكرا جزيلا لمداخلتك من بيروت، ونلتقي على خير إن شاء الله في مصر بلد الأمان كما قلت. شكرا جزيلا.